السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا حريره مغربيه جد سهله. بالنسبه للمكونات عندنا كيلو ديال المطيشه مع كاس ديال العنبه ديال الماء مطحونين، قبطه ديال القزبر المعدنوس، قبطه ديال الكرافس، زلافه ديال الحمص، 50 غرام ديال العدس، 2 معالق ديال زيت الزيتون، 2 معالق ديال زيت المائده مخلطين. عندنا بصله. بالنسبه للتوابل ملح، بزار، 2 المعالق ديال الخرقوم وقرفه. عندنا 3 المعالق ديال مطيشه الحك. وبالنسبه للحم عندنا على حسب المستطاع، عندنا هنا 300 غرام. عندنا 2 لتر ديال الماء ساخن. وفي الاخير غادي نضيفوا الشعريه، 100 غرام ديال الدقيق مطحون مع الماء. بالنسبه للطريقه جد سهله. نديرو مطيشه، كنرميو كلشي، كنحاولوا منكتروش من البزار باش ما تجينا حاره بزاف. بالنسبه للخرقوم عود عندنا 2 ديال المعالق. بعد ما حطينا الحريره ديالنا في العافيه كنمزجوا المكونات، وفي الاخير غادي نضيفوا الشعريه والدقيق مع الماء ونزيدو شويه ديال السمن. كيف ما كتلاحظوا معنا بعد ما طابوا المكونات الحمص واللحم المكونات الاخرى غادي نضيفوا الشعريه وكنقوموا بعمليه ديال التحراك باش زعما تلصق. وغادي نضيفوا الدقيق مع الماء وكندوروهم مزيان، وكنحاولوا ما نديروش الكميه كلها حتى نشوفوا واش قالت ولا باقي. الان كيف ما كتشوفوا معنا الحريره وجدات. كنتمنى تعجبكم الطريقه اللي هي جد سهله، وبالصحه والعافيه.